السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي ريحتكم جنتنا. شنو حوالكم؟ لاباس عليكم؟ نعرفوا رمضان قرب وتوا باش نوعوا شوية شوربة. كما اليوم عملت لكم شوربة اليقطين وإلا شوربة القرع الأحمر كريمة زيت زوكا. كما راو هذوما هما المكونات اللي باش نعمل بهم الكريمه نتاع اليقطين الشوربه. عندي لهنا انا عملت شويه طاجين جبن باش نخلطوه ونحطوه في البريكس ومن بعد نحطوه في الفور ونبداو في الشوربه نتاعنا. نقول لكم قداش خديت انا قراع وبطاطا وبصل وثوم. خديت 400 غرام قراع احمر ومعاه 85 غرام بصل يعني راس بصل صغير و175 غرام بطاطا كعبتين صغار وخديت معاهم 2 سنين ثوم وخديت ملح وفلفل اكحل على حسب الرغبه و15 غرام زيت نباتي. انا عملت كما تحب شنو نوع الزيت اللي تحبه ومعاهم 20 غرام زبدة مصدر حيواني باش نحطها في الاخر. نحط الزيت ومن بعد نحط الخضرة متاعي انا نحب نقليها ونحب نشم ريحة البصل كيف تخرج هكايا وتتحمر هي هكايا شوية باش نسقيها بالماء من بعد. اللي يحب مثال ما يقليهاش ويحب طول يحط الماء هذيك على كيفهم كل واحد كيفاش يحب يطيب. انا نقليها شوية هكايا من بعد نمرقها بالماء. توا مرقتها نحط لها الفلفل الاكحل والملح ونغطيها ونخليها تطيب. كما راو الطاجين نتاعي طاب. الشوربه طابت والماء نشح فيها. يلزمنا نعرفوا نخليو كونتيتي نتاع الماء بالضبط هكا باش ما تجينيش الشوربه يا خاطره يا جاريه برشا. يلزمكم تعرفوا كيفاش. توا حطيت فيها 20 غرام الزبده هذيكيه نخليها تذوب. رحيتها انا الشوربه رحيتها تكستور تاعها هكايا كروموز. انا نحبها على خاطر خاطره شويه. اللي يحبها مثل جاريه اكثر من هكاكا يخلي لها ماء بازيد. نذوب فيها كالطرف الزبده هذيكيه هي اللي باش تزيدها بنه من بعد في الاخر. ونسربي توا الشوربه نتاعي ما شاء الله تبارك الله شوربه بنينه وتزيد كلها منفعه. ما شاء الله تبارك الله الشوربه حضرت. زينتها بشويه قلوب قراع والا نقولوا زرعه القراع. اللي يحب يحط فيها فرماج جرانا اكل الفرماج نتاع المقارونه والا يحط فيها كريم ليكيد هذيك اختياريه يعني كل واحد كيفاش يحب ياكل. انا اكتفيت حطيت فيها في الاخر شويه زبده وحطيت فيها شويه فرماج من فوق تجي بنينه تهبل. تو نقول لكم صحه وبشفاء وإن شاء الله راهي عجبتكم الريسيت. جات خفيفة ظريفة ونقولوا اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال وإن شاء الله في ريسيت أخرى جديدة. بسلامة.